لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد السؤال المتكرر: هل لنا أن نترحم على الممثل حسن يوسف والممثل الثاني الذي لاحق به مصطفى فهمي؟ الإنسان يقاس في الحياة بقدر إيمانه وعمله، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإيمان إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان في عقيدة أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالحسنات وينقص بالسيئات. وهذان الذين ذكرت في سؤالك، حسن يوسف ومصطفى فهمي، أعمالهم سيئة مسبة، أعمالهم حرام، وأيضا أموالهم التي تحصل عليها حرام، وعلى أقل حكم من الأحكام فيها شبهة. فهذان قد خلطا عملا صالحا وآخر سيئا. والممثل هو أسوة سيئة كما نرى ونلحظ ونشاهد في الأعمال الدرامية وغيرها، أسوة سيئة لشباب الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة، سواء كان ممثلا أو ممثلة. إلا أننا في هذه ليس لنا إلا أن ندعو الله تعالى له وله، أي لهما، بالمغفرة والرحمة. والغفران والرحمة لا يملكهما إلا الله تبارك وتعالى، كما أن الجنة لا يملكها سواه. ومن هنا ومن حبنا لمجتمعنا ومن دعوتنا للناس أن يلتزموا صراط الله المستقيم كيما يسعدوا في حياتهم وأخراهم، إلا أننا مع ذلك نحب الخير للجميع. فعلينا أن نستغفر لهما وأن نرجو الرحمة لهما. ولكن الصلاة يستحسن ألا يشهدها عالم أو فقيه من المشهورين، ليكون ترك الصلاة في العلن زجرا لمن سواهما، حتى يعلم الجميع أن التمثيل بما فيه من تبرج وسفور واختلاط وكلمات سيئة مسفة وأخذ المجتمع إلى الحضيض يبقى ده كإنذار. أما من داخلنا فإننا نرجو لهم الله تعالى أن يغفر لهما ويغفر لنا ويغفر للجميع، إعمالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.